السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، شغل أخوكم خالد الفخراني لبناء برج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنقنا برجين، بنينا وبدينا برجين حمام في الجليوبية عند ناس مفيش أكرم ولا أحسن ولا أجدع من المكان اللي احنا فيه، والله لا نفاق ولا رياء. عملنا برجين بسم الله ما شاء الله، ربطناهم ببعض، هنكمل التالت مكانه اهوت وهنزرع التالت باذن الله، عشان نبقى احنا عندنا 3 اهرامات باذن الله طالعين من هنا يعملوا لي بدايه خير. طب يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف ونشرح كل ما يخص الابراج اللي هتتبني. بس قبل ما هنبدا كل اللي انا طالبه من حضراتكم لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان نشوف كل جديد وحصري من شغل اخوكم خالد الفخراني. يلا بينا نبدا. ماشي يلا. انا صورت لك الاولاني عشان انت بتصور بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا برجين حمام بسم الله ما شاء الله في مركز القناطر الخيرية جليوبية، شغل اخوك خالد الفخراني تبع الباشمهندس باهر. الحلويات كلها في البرجين دول، هيبقى في برج تالت انتظرونا بعد العيد والجديد كله هنا. شكرا. انا هطلع بره اجيب لك مجات مواد عشان العروق هنا غليظه هتتفجر. يا بابا في الفيديو فوكش لا نار يا فوكش. بدأنا الفيديو ولكن احنا النهارده من داخل البرج ب5 رجاله. العمود الفقري اللي احنا بدينا ونفذنا وكملنا الشغل، والنهارده بنشطب وبنسلم البرج للباشمهندس احمد والباشمهندس باهر وعم الحاج شلبي والبركه بتاعتنا عمار. هنقول اللي هم، انا مش هنتكلم، هم الناس صحاب البرج هيتكلموا عن اللي تم واللي اتنفذ واللي حصل بما يرضي الله. اتكلم يا باشا. بصراحة يعني احنا الباشمهندس خالد يعني قمة في الذوق والأدب والاحترام الله يكرمك والشغل الراقي جدا جدا جدا. ما سبناش من أول ما بدأنا لحد ما احنا بنستلم اهو البرج، ولسه مكمل معانا إن شاء الله في الحمام والسلالات الحمد لله والأكل والدواء لحد ما نقف على رجلينا. وعامل لنا حاجة يعني بابا الشغلانة وبابا المجال. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، يعني إن شاء الله تبقى بداية موفقة
وتبقى حاجه طيبه كده باذن الله، ويا ريت الناس كلها تجرب. ربنا يبارك لك ويطعمك منه خير، وتكون بداية خير لك ولأسرتك، وتكون البداية من هذا المكان إن احنا نقدر نكمل بإذن الله. عم شلبي كان معانا من الألف للياء، كل لما نيجي نتكلم كان بياخد الكلام من على اللسان ويقول أنا خلاص أنت ما بتتكلمش أنا هنعرف نكمل. والله احنا يعني المنظر اللي قدامي لو مش هجيب فيه حمايم الحمد لله. يعني كفايه المنظر اللي قدامي والخير، الله يبارك. مش اكتر من كده. يعني هو منظر جميل وحاجه، يعني حاجه ما اتعملتش قبل كده ولا شفتها قبل كده بالحلاوه ولا النظافه دي. الحمد لله. مش اكتر. الحمد لله. ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك لك يا باشا. ويطعمكم خير، وان شاء الله احنا لسه الارضيه هنعمل طبقه سن في الارضيه يا باشمهندس، يا ناس يا كل المتابعين الحلوين اللي معانا. هنعمل ارضيه سن وهنجف الباب، هنعمل سيراميك من الخارج وهندهن اللون الابيض، ولكن لما نبني البرج الثالث علشان يبقى الثلاثه صف واحد بنفس اللون في الاخر خالص، وهننزل السلاله بتاعت الحمام. طيب شويه فنيات علشان الفيديو يكون معايا حلو. نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الخشب. انا اشتغلت بخشب ابيض، ما اشتغلتش بخشب تاني جزورين ولا زنزل ولا اي توت ولا صفصاف ولا الكلام ده. ليه؟ لان ده لو قعد 100 سنه، ده هو الخشب ده لو قعد 100 سنه معايا في البرج والله لا هيسوس ولا هيبوظ ولا هيتكسر ولا هيحصل له اي حاجه. كوكتيل البرج او كانتين البرج من جوه واسع، ده يديني ايه؟ انطباع ان الحمام لما هيطير من هنا لهنا لهنا الجناح هيتن سليم مش هينكسر، عكس ما بنشوف حمام ياما بيخش البرج وهو بيطير الجناح بيتكسر. فنلاقي ليه؟ هيكون ده عيب. ده سببه ايه؟ خطأ في التنفيذ. احنا بنبقى عارفين الكلام ده كله ومروحين عليه ومروجين عليه. طبعا درجة الحرارة النهارده احنا قبل العيد الكبير، قبل وقفة العيد، وقفة العيد الأضحى بكره، كل سنة وحضراتكم طيبين. درجة الحرارة النهارده 45. احنا هنا النهارده بنتكلم جو طراوة، في تكييف رباني جوه، في تكييف هنا. يعني احنا قاعدين هنا في البرج مش عايزين نطلع بره. انا هنام هنا يعني مش ده بقى بيدل على ايه؟ او ايه الفكره من كده؟ الطينه نفسها اللي انا محبك بيها مع الفخار ده اهو، الطينه ديت بترطب على الحمام، بترطب الجو، بتنزل درجه الحراره. يعني انا دلوقتي درجه الحراره مش هنبالغ لما نقول 26 25 27 في الحدود دي مظبوط. بره 45. فده حاجه حلوه خالص. يبقى دي هتحافظ لي على البيض، مش هتبوظه، هتديني انطباع حلو للزغاليل، مش هيبقى عندنا في كتير. البرج معايا هيتم مثالي فصل الصيف وفصل الشتاء. تمام؟ الخشب احنا رافعينه خشب ابيض من اول سجال لحد ثاني سجال لثالث سجال لرابع سجال لخامس سجال. حتى الجو لما قطعت خشب جبت خشب ابيض وقطعته وعملت وكسرت فخار الصغير وقفلت. عملنا التربيه اللي ورايا باينه بالشكل الحلو ده اهي. دي حضانات للحمام. حضانات للحمام ليه؟ عشان الزغاليل اللي هتقع من فوق مش هتطير ارتفاع متر من على الارض، فلازم نعمل لها حضان. الحضانات دي هتكون هي الملجأ الوحيد للحمام بعد لما يقع من فوق او هو لسه بيتعلم طيران، ان يسكن في ديت هيعيش هنا لحد ما يكبر. الباشمهندس باهر او عم شلبي محتاج حمام، هيخش يجمع من دول بسرعه. الباب هينعمل مسح، هيكون بره. كل ده هنوافيكم في فيديو تاني باذن الله من هذا المكان واحنا بنبني. مش عايز نكتر على حضراتكم. ده اللي انا هنقوله، ده اللي هنشرحه في الفيديو ده. ده شغل اخوكم خالد الفخراني، بناء ابراج الحمام وهنبر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. شاكر للمتابعه، ونتمنى نكون دايما عند حسن ظنكم بينا. وتليفوني مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.